الأخبار الموجزة ليوم السبت. أرسلت وزارة الصحة العامة بالإمارة الإسلامية فرقها الطبية إلى بامير عبر طاجيكستان لتشخيص مرض مجهول. زار مدير العام للدائرة الوطنية للمواصفات والمعايير والوفد المرافق مصنعا فقيري لذوب الحديد وتفقدها. تم 19 طفلا آخرين يعانون من أمراض القلب إلى مستشفيات كلوبل والباسط والفرنسية في العاصمة كابول لإجراء العمليات الجراحية والعلاج من قبل الهلال الأحمر الأفغاني. تقول الإدارة العامة لإدارة الشؤون تم الانتهاء من أعمال مستشفى كورونا سعة 50 سريرا. أفادت الإدارة الوطنية للإحصاء والمعلومات بأنه تم تحصيل 1.5 مليون أفغاني من توزيع بطاقات الهوية الإلكترونية في مقاطعة غور وتم تسليمه إلى خزينة الدولة. تقول الإدارة الوطنية للسكك الحديدية أنه تم نقل 78,236 طنا متريا عبر موانئ قينا وترغندي وهرتان خلال الأسبوع الماضي. تقول بلدية كابول إن بناء 4 طرق في المنطقة 17 قد أحرز تقدما بنسبة 70%. تقول وزارة المناجم والبترول إنه تم منع تهريب حوالي 1000 طن من أحجار الليثوم بالتنسيق مع المخابرات في مقاطعة ننغرهار.